بتبدأ الأحداث بالشاب جاو واللي بنشوفه مسطح جوه عربية في منطقة جبلية، وواضح إنه متخدش من بعد ما عمل حادثة موت. في نفس الوقت بنشوف بنت من سكان المنطقة اسمها شينج، وهي بتتفرج على المشهد المأساوي بتاع أخونا جاو. بعد شوية بنشوف جاو بيقوم بالعافية يخرج من العربية، واللي يا عيني لسه ما بيكونش فاق من وجع الحادثة، وبيلاقي الأخت شينج بتديله على دماغه علشان يفقد الوعي من تاني. وبنرجع لورا 8 ساعات كده قبل الحادثة علشان نفهم الحكاية، وبنعرف إن جاو ده راجل شغلته إنه يدور على الأحجار الكريمة علشان يسترزق منها، ومعاه شاونة اللي بتساعده في شغلانته، وكمان معاهم كين مسؤول التقنيات والذي منه. وبيلاحظ جاو هو وزمايله إن في 2 قاعدين في عربية وعينيهم بتطق شرار وهم بيراقبوه من بعيد لبعيد، فعلى طول كل واحد من ال3 بيمشي في طريقه. لكن على مين؟ بيفضل الثنائي المرعب بيطارد جاو لحد ما بينتهي المطاردة بكارثة، وبيعمل الشاب الكيوت حادثة لولا ستر ربنا كانت جابت أجله. وبنروح بعد الحادثة وبعد الخبطة اللي خدها جاو على دماغه، وبنلاقيه فجأة في قرية عجيبة وواضح إنها على قد حالها. المفاجأة بقى إن القرية دي وضعها عكس الطبيعي، يعني الستات هي اللي بتشتغل وبتصطاد وبتجيب الأكل لبقية السكان، والرجالة بيهتموا بتنظيف البيوت وبتربية الأولاد. من الآخر الستات هنا مسيطرة وماشية رجالتهم مسطرة، لدرجة إن الرجالة بتطبخ والستات بتحرس المكان. الأغرب من كده إن القرية دي معزولة عن العالم خالص، لا عندهم نت ولا تليفونات ولا بربع جنيه تكنولوجيا. ولما بيفوق جاو لنفسه بيعرف إن شينجن اللي هبدته على دماغه هي عمدة القرية دي. طبعا في الأول بيفتكرها اشتغالة أو يمكن الجزء الجديد من برنامج رامز جلال مثلا، فبيقعد يشتم في ستات القرية ورجالتهم كمان، والنتيجة إنه بيتحط جوه قفص خشب. وهنا بيعرف إن الموضوع مش هزار خالص، وإنه لازم يهرب من قرية المجانين دي في أسرع وقت. وهنا بتوضح له منجمة القرية يان إنه ما ينفعش يمشي من هنا من غير إذن زعيمة القرية شينج، علشان كده بيروح لشينج يترجاها يمكن يصعب عليها. وده اللي بيحصل فعلا، بتخرجه من القفص وتروح معاه لعربيته. طبعا بيلاقي الدنيا بايظة خالص فبيتعصب، وسط عصبيته بيطوح عصاية بالغلط وبتيجي في راس شينج. وبيقلق جاو طبعا لما بيلاقي الزعيمة فقدت الوعي، فبيقرر يهرب وسط الغابة وهو مش عارف إن عربيته بتسرب بنزين، وبتسيب حريقة كبيرة حوالين الغلبانة شينج واللي شكلها استحلت النوم عندها. والحمد لله سكان القرية بيحسوا بالحريقة وبيجروا يطفوها بجرادل المية. كل ده وجاو واقف بعيد سامع الصويت ومش عايز يقرب. فين وفين لما بيحس على دمه وبيرجع تاني لمكان الحريقة، وبيغرق نفسه مية وبيدخل وسط النار ينقذ شينج. وفي اللحظة اللي العربية بتنفجر بينطوا الاتنين بسرعة في المية وبيهربوا من كارثة كانت على وشك إنها تحصل لهم. وبيرجع بعدها جاو القرية وبيقلب في شنطته وبيلاقي فيها تليفونه، وبيشغل أغنية كده تروق باله. فبيلاقي على طول شينج نطت له في الأوضة، وده مش عشان عجبتها الأغنية مثلا، وده علشان خافت من الموبايل اللي أول مرة تشوفه زيه في حياتها. وبيحاول في اللحظة دي جاو يفهمها إن الموبايل مش هياكلها، وبيخليها تسمع معاه الأغنية كمان. وهي بتنسجم قوي لدرجة إنها بتروح في النوم، فبيحطها في سريرها وبيبدأ يدور في أوضتها على أي خريطة ممكن تدله على الطريق بره القرية دي. وقتها بيلاقي حجر ياقوت بيزغلل عينه، فبيقرر يسأل شينج عنه لما تفوق تاني يوم. وبيجي تاني يوم وبتشرح له شينج إن الحجر ده هدية جات لها من والدتها الله يرحمها قبل ما تموت. طبعا جاو الصايع بيحاول يستغل الموقف وبيعرض على شينج تاخد موبايله وكمان كتبه والأكل اللي معاه في مقابل إنه ياخد منها الحجر الياقوت. والحمد لله البنت بتطلع أصيع منه وبترفض، لكنه برضه مش بييأس وبيقرر يسرق الحجر. أما شينج فبتتفق معاه يتقابلوا بالليل في الفسحاية علشان يتفرجوا على النجوم وسط الجو الهادي. وفعلا بالليل بيتقابلوا وبيناموا على الأراضي الزراعية وبيتفرجوا على النجوم في السماء زي أي 2 حبيبة في الأرياف. لكن فجأة شينج بتهجم على جاو وبتحاول تقلع هدومه. طبعا هو بيكونش مستوعب الهجمة المرتدة اللي حصلت معاه دي، فهي بتفهمه ان الفرجة على النجوم بلغة القرية معناها انهم يدخلوا علاقة سوا، وبينفد جاو بجلده من العلاقة العجيبة دي. والنتيجة ان شينج بتتقمص وبتقرر تحبسه تاني، وهو بيحاول يفهمها ان المسائل دي مش بتيجي كده خالص في مدينته، وان الموضوع لازم يبقى فيه شوية رومانسية. ورغم انها بتفهم قصده لكن برضه بتسيبه على وضعه ده للصبح. في نفس الوقت بنشوف شاونة وكين زمايل جاو عمالين يدوروا عليه كأنه عيل صغير، وطبعا مش لاقيين له اي اثر. وبيجرب كين يستخدم مهاراته التكنولوجية وبيبعت طيارة درون تدور، لكن للأسف المجال المغناطيسي الغريب للمنطقة مش بيخليه ينجح في مهمته. فبيرجعوا الاتنين المدينة
وبيقابلوا الأستاذة لي إن، ودي سيدة أعمال المفروض إن جاو ماضي معاها عقد عمل، من ضمن بنوده إنه يعمل معاها مقابلة عمل كل أسبوعين، وإلا يدفع وقتها غرامة بالملايين. وبما إن فات على اختفاء الواد 13 يوم، قررت لي إنها تزور بيته علشان تعرف الوضع إيه. وبتحاول شونا تحور وتقول إن جاو في رحلة سريعة، لكن لي إن مش بتقتنع، وبتقول لهم إن قدامهم يومين يلاقوا فيهم جاو وإلا هيدفعوا الغرامة. وبنرجع تاني لقرية المجانين، وبنشوف شينج سحبة جاو من إيده، وبكل بساطة بتعرض عليه الجواز، وبتعمل له مفاجأة وبتدلق عليه جردل دم، متخيلة كده إنها بقت رومانسية وهتعجبه. وبيتعصب جاو من الموقف ده وبيمشي وبيسيبها، لكن من حظه بيلبس في مصيدة وسط الغابة، فبيرجع يترجى شينج تفكه من الورطة دي، وهي بتلاقيها فرصة تجبره يقبل عرض جوازها. وهنا جاو مش بيلاقي قصاده غير إنه يوافق. وهم راجعين البيت بيلاقي جاو جزء من الطيارة الدرون بتاعة صاحبه، وبيفهم إنهم أكيد بيدوروا عليه وإنه لازم يهرب تاني في أسرع وقت. وبالليل بيقعدوا يتكلموا على تفاصيل الجواز والهانيمون والجو ده، وبيعرف من شينج إن القرية فيها كهف سري وسط الغابة، فبيتوقع إن الكهف ده فيه بوابة للهروب من القرية. وكمان بيعرف إن القرية فيها مخزون خمرة وسط البلد، فبيخليها توديه لهناك علشان ينسى همومه. طبعا دي بتكون خطة من جاو الصايع، لأنه بيدلق منوم في برميل الخمرة من غير ما شينج تلاحظ، على أمل إنه ينيم سكان القرية كلهم ويهرب. بعدها بتفاجئه شينج بدبلة الجواز تقريبا، وهي عبارة عن الحجر الياقوت اللي زغل عينه قبل كده. وبيحس وقتها جاو بالذنب، لكن بيحط الحجر في جيبه وبيسكت. وتاني يوم فعلا بيتعمل فرح جاو وشينج، وبتنزل هي على ركابها علشان تعترف له بحبها. وطبعا هو بياخدها على قد عقلها وبيوافق وسط احتفالات سكان القرية. وفي اللحظة المناسبة بياخد جاو الكلمة وبيطلب من كل السكان يشربوا بصحته الخمرة، وطبعا هو بيرمي الشوية بتوعه من غير ما حد يلاحظ. وفي الآخر بتنجح خطته والقرية كلها بتروح في سابع نومة، وهو بيلم شنطته وبيمشي. وبيروح على الكهف ياه اللي المفروض فيه بوابة العبور للمدينة بتاعته، وبيفضل يمشي جواه حبة حلوين. وعلى الصبح كده بيوصل أخيرا بوابته، وبيخرج منها لقمة جبل، وبيقف فوق منه وهو حاسس بالانتصار، وهو بيتفرج على العربيات بعد ما رجع للمدينة أخيرا. المشكلة إن المهلة للأستاذة لي إن اديتها لأصحاب جاو خلصت، علشان كده راحت لهم في بيته. والمشكلة الأكبر إنهم لحد دلوقتي ما يعرفوش هو جاو فين. علشان كده لي إن بتعرض على شونا عقد بيع شقة جاو ليها، وهي طبعا بترفض تخلي الواد يبيع الشقة بتاعته. فلي إن بتقرر بكل هدوء تخليهم يبصموا على عقد البيع عادي جدا. لحسن الحظ إن جاو بيوصل في اللحظة دي وسط الهرجلة كين بيبلع العقد زي اسماعيل ياسين في الأفلام. وهنا بتقرر ليه إنها تمشي وهي حاسة بالهزيمة، وبيقعد جاو يرتاح مع أصحابه. ولما بيسألوه كان فين كل ده، مش بيرضى يتكلم عن القرية واللي فيها علشان خايف على سكانها من أهل المدينة الأشرار. وبعد ما بياكلوا بيفرجهم على حتة الياقوت، وطبعا الاتنين عينيهم بتطلع عليها لأن بقالهم سنين ما شافوش ياقوت بالحجم ده. وعلشان كده بتاخد شونا الحجر وجزء من تربة القرية علشان تفحصهم. وفي نفس اليوم بيقرر الثلاث صحاب يزوروا الحاج وين، وده بيبقى عم جاو اللي عايش في دار مسنين. ساعتها الثلاثي المرح بيلبسوا زي البهلوانات علشان يسلوا سكان الدار الكبار في السن. والله فيكم الخير يا شباب، رغم ان منظركم يخوف مش يسلي. اما سكان القرية فاخيرا بيفوقوا من تأثير المنوم وبيبحثوا عن جاو في كل حتة. وطبعا شينج قلبها مكسور بسبب اختفائه، وشوية وبتفهم ان الباشا سرق الحجر وهرب، فبتقرر انها تروح المدينة وتبدأ تدور عليه. ورغم ان المنجمة يان بترفض الفكرة في الاول، الا انها بتوافق بعد الحاح شينج، وبتوريها طريق المدينة بعد ما بتحذرها من اهل المدينة الشمال. واول ما بتوصل بتروح لواحد اسمه يتان، وده شاب انفلونسر وله برضه في التنجيم، وقاعد يا حبة عيني بيدور على واحدة يستضيفها في البث المباشر بتاعه. وطبعا مش بيلاقي احسن من شينج المجنونة علشان تقوم بالدور ده. ولما بيسألها بكل براءة عن مدير اعمالها بتديله الكارت اللي كان مع جاو، فبيتصل بيه وبيعرف انه في دار المسنين. وطبعا على طول شينج بتخليه يوديها على هناك. ولما بتوصل وبيشوفها جاو من بعيد بيحط ديله في اسنانه وبيخلع بسرعة وبيستخبى، وبيشوفها وهي عمالة تدور عليه. وبتحس شينج بالإحباط وبتقرر تمشي، لكن من حظها إن جاو طلبت معاه يعطس دلوقتي، فبتعرف مكانه. لكن لما بتشوفه مش بتعرف إن هو بالماسك ولبس البهلوانات اللي لابسه. علشان كده بتركب مع يتان عربيته وبيمشوا. وهنا بيفاجئها بمعلومة ما كانتش تعرفها،
وهي إن البهلوانات دول شكلهم أصلا مش كده، وإنهم ناس زيهم لكن عاملين أشكال مختلفة علشان التسلية. الكلام ده بيخليها تشك إن الأخ اللي كان جوه بيعطس هو جاو، فبتطلب منه يرجعها تاني الدار وهو بيوافق، لكن للأسف بيكون فات الأوان وجاو هرب. وبتحس شينج إنها عايزة تولع في روحها من اليأس، وبيحاول يتان أبو قلب حنين يقنعها تروح ترتاح عنده في البيت، لكنها بترفض وبتقوله إنها قاعدة هنا لحد لما تلاقي جاو، وحتى لما الدنيا بتمطر بتفضل مصممة على كلامها. الناحية التانية بنشوف جاو حاسس بالذنب علشان استخبى من شينج اللي جاياله من آخر الدنيا، فبيخلي كين ملك التكنولوجيا يعرف له مكانها، وساعتها بيقول له إنها لسه في دار المسنين. فطبعا جاو بيطير على هناك على طول، وفعلا بيلاقي الأستاذة قاعدة تحت المطر مع يتان، فبينزل إزاز العربية وهي أول ما بتشوفه بتمسك فيه، وقبل ما تمد إيديها عليه بيشتغلها على السريع كده وبيقول لها إن ممنوع أي شخص يضرب شخص تاني تحت المطر. وهي من غلبها بتصدق القانون الكفتة ده لدرجة إنها بتركب معاه عادي جدا علشان تروح له بيته، وهناك بتجيلها الحالة تاني وبتضربه وهو بيهديها زي العادة. ورغم إنها بتهدى إلا إنها بتفضل تقوله اطلع بالياقوت يا إما هتموت. وطبعا جاو مش بيغلب وبيشتت انتباهها بحتة كيك من اللي قلبك يحبها، وهي أول ما بتاكل الحلويات المسكرة دي بتروح في عالم تاني وبتنسى الياقوت بالحجر كله. وبعد الأكل بتحس بالانبهار بشكل البيت وبالعفش الغريب بالنسبة لها، وبتبدأ تهاجم الكرتون اللي في التلفزيون بالسهم، وهي متخيلة إنها كائنات حقيقية ممكن تاكلها، لكن في الآخر بتحس بالسعادة إنها موجودة في عالم غريب عنها للدرجة دي. وتاني يوم بتزور شاونا جاو وبتتخض لما بتشوف البيت اتبهدل على الآخر، لكنها بتفهم كل حاجة لما بتشوف شينج في وشها، وبتحاول تفهم منها هي جاية هنا ليه وإيه علاقتها بصديقها جاو. التحقيق ده طبعا مش بياكل مع شينج، فبتمسك شاونا من رقبتها لحد لما بتصوت، وبيصحى جاو على الصرخة وبيقوم بيلاقي شينج كتفت شاونا بالبطانية وبيفكها جاو طبعا، لكنها بتفضل تسأل مين دي. وساعتها جاو بياخدها معاه لأوضته وبيقرر يحكي لها كل اللي حصل فعلا، وبيقولها ان شينج دي زعيمة قرية سكانها في الطراوة خالص، والستات هم اللي بيحكموا والرجالة بيغسلوا وبيربوا العيال. طبعا شاونا مش بتصدق في الأول الكلام ده، لكن بتبدأ تقتنع لما جاو بيوديها السهم بتاع شينج. في الوقت ده شينج بتكون قاعدة بتتأمل في ملكوت ربنا، وفجأة بتلاقي يتان بيخبط عليهم وبتحاول تفتح له لكن بتفشل، لأن بالنسبة لها فتح الباب بيعتبر موضوع معقد جدا، لدرجة إنها لما بتحاول كذا مرة بتكسر الأكرة، ولما بتزهق بتقرر تخلع الباب من أساسه. وبيسمع جاو وشاونا صوت الهبد بتاع الباب، فبينزلوا يشوفوا إيه اللي بيحصل. وهنا جاو بيتقمص لما بيشوف يتان تاني فبيطرده من البيت وقتي. المشكلة إن يتان الرزل ده بيرفض يمشي، وبيقوله إنه عارف إن شينج دي جاية من قرية ملهاش مثيل، والكلام ده بيعصب جاو أكتر وبيخليه يهدد يتان لو ما بعدش عنها. وتاني يوم بياخد شينج محل لبس علشان تتشيك، وقتها بيشوف بالصدفة مديرته المرعبة لي إن، فبيستخبى ورا الحيطة وهو خايف إنها تكشف شينج. وبتخلص الحلقة على كده.